ما بياخدوش 6 ايام دي في فتره الاعداد. الراجل ادى 4 في 2. فايه اللي حصل امبارح؟ اول مره اشوف لعيبه النادي الاهلي مش قادرين يجروا، مش قادرين يجروا. في كوره بتاعه تريزيجيه تلخص لك كل الامور دي. في كوره كده في الاخر اتلعبت بالعرض، عملها بدماغه وقع بعدها. لما يكون تريزيجيه اللي هو من اكتر الناس في نادي الاهلي يوصل للمرحله دي، في حاجه غلط، في احمال غلط، في ترتيب غلط، في يوم ماتش الترجي ما يبقاش في معسكر، في حاجه غلط. ان انا ادي 4 ايام اجازه في يومين ده غلط. اللعيبه جايه يا دوب هو اول 5 دقائق 10 دقائق، غلط. في حاجات كتير غلط، وده وارد في كره القدم. مش نهايه المطاف، مش نهايه المطاف، لكن في اشياء كتير. يعني عمالين نراهن نقول الاهلي جاي يا جماعه هيكسب ال6 ماتشات، ما كسبش ال6 ماتشات، ما كسبش حاجه. تعادل مع سيراميكا وكسب سموحه بعدها بالعافيه بضربه حظ. لا هو راجع بقى هيكسب بيراميدز عشان هيكسب الزمالك وياخد الدوري. ما كل ده اتقال واحنا قلناه وانا قلته. ما فيش 3 الاهلي من بيراميدز و2 يبقوا 5. ايه ده؟ لا في حاجه غلط. لا بقى في حاجه غلط. لا مع احترامي بقى لاي حد، بقى في حاجه غلط بقى. يعني لو في 10 دقايق كان الاهلي دخل في الرابع والخامس. لا مش الاهلي. عفوا ايها الساده، اللي بيحصل في الاهلي ده ما يحصلش وما ينفعش يحصل. في حاجه غلط، في اشياء غلط، في مدير فني غلط. وقلت لكم 100 مره الاهلي هيدفع فاتوره بقاء المدير الفني، وقد كان. ده الكارثه بقى اللي بنسمعها اليومين اللي جايين، ان الراجل ما يمشيش الا مع بدايه الموسم. يا نهار ابيض. اين انت؟ اين انت يا منفذ هذه العقود؟ منذ عهد كولر، ثم عهد ريبيرو، ثم عهد الخواجه ترب. 3 ما شاء الله، وال3 باك تو باك ورا بعض ال3 سيمفونيه. اللي عمل ال3 عود بتوع الناس دول راجل بيعزف سيمفونيه في الفشل الاداري والتعاقدي. هناك فشل في اداري وتعاقدي. 3 مديرين فنيين لاحمين في بعض. ملحمه سلم واستلم على نضيف يا باشا. ادفع دولارات، سنين، تعاقدات. غلط 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 غلط. والنتيجه جمهور الاهلي كان بيعيط في المدرجات امبارح. قال لك بس هنكسب بيراميدز. هو مش بالكلام. كان زمان التيشيرت الاحمر ده بيتكلم لوحده. حط فيه جواه، احشيه اي حاجه هتلاقيه بيطلع نار. لكن تبص لسكواد الاهلي، تبص لتشكيله النادي الاهلي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. زيزو، تريزيجيه، امام، مروان، هاني، ياسر، ايه، شريف. حاجه مرعبه على الارض. بس على الورق، يعني على الورق مرعبين. الاهلي على الورق مرعبين، في الملعب غلبانين. برحب بضيوفنا. ابو واحد اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسمحوا لي ابدا برجل السيمفونيه. بس انا عايز اعلق برضه على حاجه. هتعلق؟ تتكلم. لا انا قصدي ليه ما تقولش ان بيراميدز كان فريق قوي جدا امبارح وعمل ماتش محترم جدا. ده فريق إيه؟ لازم الاهلي ده ناقص منه 9 يا جدع. طيب ما انا بقول لك بيراميدز يا جدع ده ناقص منه 9. لا الاهلي لو في حالته امبارح الموضوع كان مختلف يا ابو واحد. لا يا ابو واحد، لا يعني بيراميدز امبارح يعني لو اتغلب او اتعادل. الدور الاول الاهلي ما كانش في حالته. معلش بص، بيراميدز امبارح عنده عذره، غيابات كتير قوي. حتى يا اخي ده مروان يا راجل ده محمد حمدان لعب ليبرو. البيراميدز لو نص اللعيبه مصابه عنده فرقه ثانيه وثالثه بسم الله ما شاء الله يعني. تمام. فلازم نحيي فريق بيراميدز طبعا. لا يعني ده امر واضح يعني. جدو مبروك. الله يبارك فيك. توقعت النتيجه دي؟ اكيد لا، ما توقعتش النتيجه ان هي تطلع 3-0، خصوصا بعد الماتش اللي فات كان عندنا كده يعني قدام الزمالك
كانت بالنسبه لي كانت هزيمه مفاجاه يعني لينا، ما كناش نستحق الهزيمه قدام الزمالك، لكن الحمد لله اللعيبه قعدت تلم نفسها اليومين اللي فاتوا دول، والحمد لله ادينا مباراه قويه جدا قدام النادي الاهلي، وادينا ان احنا نكسب 3-0 ودخلتنا تاني في جو المنافسه تاني يا كابتن اسلام. يمكن عندنا 3 مباريات جايين دلوقتي، بقى فرق بيننا وبين الزمالك 3 نقط، الزمالك عنده مباراه الاهلي اللي جايه، فان شاء الله يعني المكسب ده يخلينا ندوس ان شاء الله لحد نهايه الدوري باذن الله يعني. طيب انا يعني شفت لقطه امبارح ما اقدرش افوتها، بما انك معايا النهارده وانت رايح لتريزيجيه ورد فعل تريزيجيه معاك ما كانش ظريف. لا يمكن انا شفته خارج فرحت سلمت عليه وقلت له هارد لك وبتاع، لكن هو كان متضايق طبيعي طبعا ان هو بقى كذا خسران 3-0 ماتش كان النادي الاهلي والجمهور كله كان باني عليه ان هو ده اللي هيرجعهم تاني للمنافسه، وعلى فكره لسه يعني المنافسه على الدوري وعلى المركز الثاني لسه مش هتتحسم دلوقتي خالص، لسه باقي 3 اسابيع ممكن يحصل فيهم اي حاجه، والنادي الاهلي قادر ان هو يرجع تاني عادي جدا. لكن الموقف ده انا خلاص يعني انا تفهمت الموقف خالص، يمكن هو كان خارج زعلان من النتيجه والموضوع بالنسبه لي عدى يعني تريزيجيه اخويا الصغير يعني. اتكلمت مع لعيبه من الاهلي امبارح بعد المباراه؟ لا سلمت عليهم كلهم قلت لهم هارد لك وتعوضوا في اللي جاي ان شاء الله، لان انا حاسس باللعيب، يمكن اوقات بيعدي علينا في الكوره يا كابتن اسلام حاجات زي دي كتير، ان انت بتيجي فاقد ثقه، ان انت مش ماشيه معاك، مش عارف تكسب، بتجري وبتقاتل بس تلاقي كل حاجه ماشيه عكس الاتجاه، فانا حاسس باللعيبه، لكن نتمنى لهم ان شاء الله ان هم المباريات الجايه يكونوا احسن يعني. امام لما ما بداش المباراه ده ريحكم؟ كنتوا أكيد بانيين طبعا. على كده؟ اكيد طبعا. طب مين اخطر لاعب كنتوا خايفين منه امبارح يا جد؟ يعني مين اللعيب اللي يوروتيتش قال لا خلي بالكم من اللعيب ده هيحصل كذا هيحصل كذا، كان في تركيز شديد عليه؟ هو تريزيجيه في الفتره الاخيره كان هو المصدر خطوره كلها النادي الاهلي، بيجيب اجوان وعامل روح وبيأدي بشكل كويس جدا، بيخش فيرو الثاني ويمكن كان هو اخطر واحد امبارح في الملعب، جات له كورتين بدماغه جنب العارضه، كوره ثانيه كده وجاب جون وما اتحسبش، وكره ثانيه برضه خدها من قدام الشيبي كده لكن طلعت بره الجون. كان هو تريزيجيه وامام عاشور، لكن عدم وجود امام عاشور ريحنا شويه في نص الملعب. طبعا ان امام عاشور لعيب كبير عنده امكانيات كبيره، بيشوط بيخترق بيجيب اجوان بيصنع اجوان، فعدم وجود امام عاشور ريحنا شويه في نص الملعب. والحمد لله اللعبه اتعاملت مع الماتش بشكل كويس جدا، يمكن ضغطنا على النادي الاهلي من الاول خالص، عارفين النادي الاهلي عنده مشكله في ان هو بيخرج بالكوره من ورا، فضغطنا عليهم بشكل كبير عشان نغلطهم، وده حصل الحمد لله، وخصوصا في الجون الاول ان احنا ضغطنا على ياسر وخدنا الكوره والحمد لله ربنا كرمنا وجبناها جون يعني. تمام، هنرجع لك تاني يا كابتن جدو. كابتن اسلام، يعني ماذا يحدث في النادي الاهلي؟ يعني الموضوع بقى خارج عن السيطره. الحقيقه طبعا حتى لو بمناسبه كلام جدو، الحقيقه انه الاهلي جوه الملعب شكله مختلف، حتى لو كان الاهلي كسب امبارح في حاجه غلط. النادي الاهلي يعاني من خلل اداري واضح جدا، ده كان باين جوه الملعب امبارح. خلل ايه؟ طبعا اداري وفني واضح جدا. لا انت قلت اداري في الاول عشان كده بقول لك ايه. ما هو انا قلت اداري وانا قاصد ان انا اقول اداري. ليه بقى؟ لانه القرارات، واحنا اتكلمنا في ده الحلقه اللي فاتت من سنتين تقريبا، القرارات هناك قرارات خاطئه داخل النادي الاهلي. مش معنى ان انا اجيب لعيب، وانا بالمناسبه برضو عايز اوجه رساله لامام عاشور، لانه امام طبعا لعيب جامد وواحد من احسن اللعيبه اللي في مصر، وده كلامي وكلام معظم الناس، وامام يستحق ان هو يبقى افضل لاعب في مصر، ولكن انا بقالي فتره جده وحش، بقالي فتره بخسر النادي الاهلي. انت بتلعب في النادي الاهلي، يعني ايه بلعب في النادي الاهلي؟ يعني لما اجي نازل ما ينفعش اقلب وشي عشان اقول للناس ان انا متضايق وزعلان ان انا ما بداتش الماتش. من حقك ان انت تقول للناس ان انا متضايق وزعلان ان انا ما بداتش الماتش، او شوفوا النتيجه، شوفوا النتيجه بقى معلم. معلم، يعني بصوا بقى النتيجه، انا نازل دلوقتي يا جماعه في الدقيقه 70 مش هقدر اعمل حاجه، لو كنت نزلت في الاول كنت كل دي رسائل في ثانيه، كنا اتغلبنا 5. الله ينور عليك. معلش يعني بمستوى امام، انا واحد من اكتر الناس اللي كانوا بيدافعوا على امام خلال الفتره اللي فاتت، ولكن كنت بدافع عن امام لانه كان كويس جوه الملعب، كنت بدافع عن امام لانه كان بيدي كل عرق للنادي الاهلي، ولكن ان انا اجي نازل الملعب ابقى كلنا عارفين الكلام اللي بيتقال وكلنا عارفين اللي بيحصل. لما انت تبقى لعيب ومن جواك اصل انا نازل زعلان ومتضايق ان انا ما لعبتش الماتش، على فكره من حقك ان انت تزعل، وانتوا عارفين طبعا كلكم نجوم كبار وعارفين الكلام ده، من حقكم تزعلوا وتتضايقوا،
ولكن ازعل واتضايق من خلال الربع ساعه اللي هتنزل تعمل فيها في الملعب. ما يبقاش تعمل فيها تلعب حاجات بالشكل اللي كتير. انت عملت بيه ده انت ما فيش باصه صح. ايوه. ولكن بعيدا عن امام، يعني انا بس عشان استفزني الكلام بالحقيقه فيما يخص امام، لكن هناك خلل اداري واضح. انت مهيب برضو، يعني هذا البرنامج احط اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت من بدري غششتهم وحطينا الحلول. والحلول لو فاكر الحلقه انا كنت قاعد جنبك وقلت لك انه اللي عمل ال3 عقود دول راجل فاشل. أيوة. وكل الجمهور طلع قال لك اصل اسلام مش عارف ايه وبيهاجم. انا ما كنتش بهاجم، انا بهاجم المخطئ، او انا بنتقد، انا اسف لانهم كلهم ناس محترمه وعلى دماغنا، لكن انا بنتقد المخطئ. ازاي يتعمل عقود زي دي؟ كابتن انت وصلت نفسك انك معاك مدير فني ما عندوش اي رؤيه فنيه، واللعيبه خارج نطاق الخدمه، يا راجل حد يلعب وكل بمحمد حاجه شريف. فيها خلل اداري وفني مش عارف تمشيه. يا راجل هو في حاجه انت وصلت نفسك للدرجه دي؟ في مدرب في الدنيا يلعب امبارح او يبدا امبارح بمحمد شريف؟ هو مش مهاجم في الاهلي؟ لا مهاجم ما يلعب. انت متعاقد معاه ليه؟ لا يلعب، بس بقاله فتره طويله قوي بعيد عن انا اللعب. معاك فانا اجيبه من اخر الطابور عشان احطه في اول الطابور واقول له وريني نفسك بقى هتبقى عامل ازاي. الموسم لا، هي قصتك ان انت هل النادي ما الاهلي عدتش محمد شريف، غير ان انت ما عدتش محمد شريف 3 ماتشات. النادي الاهلي ما فيهوش راس حربه. مش قادر اجيب. تخيل حضرتك ان انا دافع 400,000 دولار، يا عم دافع 400 جنيه مش 400,000 دولار. ان انا دافع 400,000 دولار، ده الكلام اللي احنا عارفينه. مين اللي بيحاسب مين؟ كاموش راس حربه، جايب راس حربه وحطه بقالي 5 ماتشات بره الثلاجه. يلا ايه يا جماعه الكلام ده؟ زكا لا مفيش حاجه اسمها كده يا عم زكا. لا معلش، لازم يتحاسب. لازم معلش يا مهيب خليني اكمل هقول ايه؟ طيب اديني تفسير ليها. لازم ما انا بقول لك اهو، اديني تفسير ليها. حضرتك اما تجيب مدير اما تجيب لعيب افريقي اجنبي دافع له دولارات ما بتلعبوش. في يناير وفي يناير يلعب ما بتلعبوش. وفي يناير مهم جدا. معلش لازم حد من مجلس اداره النادي الاهلي او من الاداره يطلع يقول لنا، ولازم الناس دي تتحاسب. اللي عمل العقود دي يتحاسب بعد اذنكم، اللي عمل اللي جاب كاموش يتحاسب، لانه طبعا ممكن اجيب لعيب ويبقى وحش بس بره الماتشات يا راجل ما يلعبش 5 دقايق حتى. حاجه غريبه. طيب شريف، يعني انت كان عندك ثقه وكلنا مش انت بس على فكره يعني، والاهلي دايما يخليك عندك ثقه. تاريخه كده يعني تاريخ وجينات، لكن كل ده السنه دي ما شفناهوش. لا شفنا جينات ولا شفنا البلاس 90 ولا شفنا الحماس ولا شفنا الرغبه ولا شفناش حاجه خالص. شفنا الاهلي غلبان جدا السنه دي. صح. فانت راهنت رهان غلط يا شريف. لا عمري. لا انا بتكلم على السنه دي. انا مقدر ان انت مش مصدق، انا عارف، وناس كتير مش مصدقه. ده حدث اللي بيحصل النهارده، ده حدث. لكن الاهلي مش زي اي حد. الوقعه بتسمع قوي عشان الاهلي مختلف. القاره كلها مستنيه النادي الاهلي يقع، ده حاجه كلنا عارفين كده. الاهلي مش زي اي حد. قاره ايه؟ بص هفهمك. القاره كلها، ما انت القاره كلها انت زعلان منك. إيه؟ ما القاره كلها زعلانه منك. شريف انت من اول سنه بتقول نفس الكلام ده. ما هقوله طول عمري اقول نفس الكلام. يعني انت قلت نفس الكلام ده من الاسبوع اللي فات او الاسبوعين اللي فاتوا ومن شهرين وهقوله كمان سنتين لما تجيب. عمرنا ما بنقول الكلام ده على الاهلي المده دي. انت بتقوله مره وبعد كده بتتغير. انت من اول سنه انت بتقول نفس الكلام يا شريف. ماشي هقول لك انا، بس اديني وقتي وهقول لك انا اهو معاك اهو. خد وقتك. طيب. خد وقتك يا حبيبي. انا في كام حاجه بس عايز اقولها في الاول. انت دايما زي ما بقول لك، ما هو الاحساس، انت لما احساس بتحسه لاول مره غير لما بتتعود عليه. هو احساس بالنسبه لنا كاهلاويه صعب لان مش متعودين عليه. حلو. صدمه كبيره جدا. في اخر السنه كل الناس هتتحاسب من رئيس النادي الاصغر واحد. يعني اخر السنه النادي الاهلي احنا مش مركز شباب، ده النادي الاهلي. هيجي وقت الحساب لرئيس النادي والاصغر واحد في النادي. انا عايز اوجه كام بس رساله لزيزو والامام. يعني بالنسبه لي اول حاجه امام عاشور، هو مش شبه النادي الاهلي. انا مش عايز، انا زعلت لما راح النادي الاهلي. راجل غلط في كابتن صلاح سليم، وطلعت معاك هنا من شهرين قلت ان هو ما يلاقوش في المطار والنادي الاهلي يتعامل معاه بالطريقه دي. ده ضيع هيبه النادي. ده رقم واحد. رقم 2 زيزو امبارح، انا مش بتكلم في فنيات، وارد ابقى موفق، وارد احط جون في نفسي. الكره دي بتاعت ده توفيق من ربنا، لكن القلب ما فيهوش توفيق. القلب ده مش محتاج توفيق، ده محتاج واحد عنده. انت امبارح بعد الماتش طالع حاطط تيشيرت بتاع بيراميدز على كتفه. بجد انت بتلعب في نهائي في بطوله اوروبا في مانشستر سيتي، بتلعب، انت بتهزر؟ انت لعيب امبارح عايز منك التيشيرت. اي لعيب بيلعب النادي الاهلي عايز تيشيرت الاهلي، ومقدر ده كويس. الفرقه اللي بتلعبك امبارح واي فرقه هتلعبك نفسها تاخد التيشيرت بعد الماتش. ادوا له يا حبيبي بعد الماتش في اوضه اللبس. انت بتستفز الناس ليه؟ لا في ادوا له. لا احنا مش احنا خسرانين 3. انت خسران، انت تخلي عندك دم تطلع تديه له في اوضه اللبس، ما تديهولوش قدام الناس. انا بالنسبه لي حاجه ثانيه، كابتن طارق سليم وكابتن سيد الحفيظ وكابتن علاء عبد الصادق،
وكابتن ثابت البطل، كلهم عندهم شخصيه النادي الاهلي كمديرين كوره، كلهم شبه بعض في حاجات غير موجوده بالمره. كابتن وليد صلاح الدين، كابتن وليد صلاح الدين مش مدير كوره في النادي الاهلي، ما عندوش شخصيه مدير الكوره. انا مش بتكلم في الكوره، احرف لعيب جه في تاريخ مصر، حلو هعمل بيه مش هيفيدني في حاجه. كل التقدير للكابتن وليد صلاح كل التقدير لكابتن وليد صلاح الدين. انا بكلمك ان انت دلوقتي في حاجات لجنه التعاقدات في اخر السنه عايزين نعرف زي ما كابتن اسلام بيقول مين اللي جاب مين وجاب ده بكام وهل ده نجح ولا لا ومين هيحاسب على ده. لازم حد يحاسب. ما هو خلي بالك مش فكره ان انا واحد فشل مشيته. لا انا لازم اعرف. هو انت مش بتقول ان الاداره والسيستم والنظام طبعا كابتن خطيب راجل، انا مش شاكك ان ده هيحصل. مش الكاميرا بتاعتي اهي. كابتن خطيب انجح رئيس نادي في تاريخ النادي الاهلي، وقع السنه دي. كابتن خطيب انجح رئيس كوره في النادي الاهلي يعني. وبالمناسبه صالح سليم بالنسبه لي وقلتها قبل كده الراجل المفضل بالنسبه لي. انا ما بشجعش كابتن خطيب، انا بشجع الاهلي. كابتن خطيب لو مش الصبح انا مش فارق لي، مش هيفرق لي خالص. انا بشجع النادي الاهلي. بص يا مهيب، هو كلام قبل بس ما تكمل النقطه دي، الكلام اللي بيقوله شريف صح. انا كابتن خطيب ما تقلقش عليا يا عم، والله العظيم ولا شعارات هزت من النادي الاهلي. انا واضح باين. انا والله ولا شعارات هزت من راسي باين يا مهيب، اقسم بالله ولا شعارات انا ولا اي حاجه. يعني شايفك واخد الحقيقه. أيوة. الكابتن عادي. خطيب انا متنرفز زعلان على المنظر. ايه الروح دي؟ ايوه. ايه يا عم الروح دي؟ انت بقول لك احنا في الكوره، ما انا كنت اقل، احنا كنا جيل اقل من الجيل ده. ايوه. كان الروح وكنا بنخسر. هو مش الزمالك 2015 وده ماتش وانا حضرته في الملعب برضه، اصل هم بيطلعوا يتكلموا يقول لك اصلا ما خدش اي حاجه. 2014 اللي مؤمن زكريا حط فيه جونين، اللي الزمالك خد الدوري كان احتفل معانا في الدوري في الملعب. أيوة. كان جده موجود وكسبناهم 2-0. كنت بلعب باك ليفت على مستوى فتحي وحسام غالي معانا في اوضه اللبس ذكر قال لك ما يفرحوش النهارده، يفرحوا بعدنا، ونزلنا كسبناهم 2. يا عم انت بالامكانيات دي. انا مش بتكلم في الكوره، ما حدش عنده دم غير تريزيجيه الوحيد عشان يتربى في النادي. تمام. الباقي كله ما حدش عنده ايوه. دم. بس انا عايز تقول ايه قبل ما اروح للكابتن ابو واحد؟ لا يعني انا كنت هقول ان الكابتن محمود الخطيب هو انجح رئيس نادي، ولكن مش معنى ان انا رئيس ناجح ان انا لا اخطئ. لا اخطا طبعا. فاهم؟ اخطا طبعا. ما عشان بس الناس تفهم كلامنا صح، احنا او كلامي صح. انا بشوف ان الكابتن خطيب ده عمل حاجات كتيره جدا جدا. انا كنت ممكن مثلا وانا جاي اجيب لك البطولات اللي خدها والفروع اللي عملها ومش عارف ايه وايه وايه وايه، لكن مش محتاج ان انا اتكلم على كابتن محمود الخطيب. لكن في نفس الوقت السنه دي في خطا او في اخطاء، انا اسف، ومش على مستوى الكره بس بالمناسبه، على مستوى حاجات كتيره جدا. انا اقدر انا في حاجات كتيره جدا ممكن اتكلم فيها، ولكن مش معنى ان انا ناجح وعامل 90% شغل كويس وان انا فشلت في سنه او ان انا اخطات في بعض الامور في سنه ان انا رئيس نادي وحش او مجلس لا اداره بس في انتوا عايزين تقولوا ايه يا جماعه؟ ان هو يتحاسب بس. عايزين تصدروا لنا ايه؟ نصدر ان في الاخر يعني السنه ايه اللي انتوا عايزين تصدروه؟ هصدره لك ان يا ما حدش باشا. يحاسب كابتن حد إسلام. في النادي الاهلي. ممكن ارد عليك؟ اذا كان احنا اول كلام هتمشي على الماضي. اذا كان ممكن ارد عليك؟ ثانيه معلش. واحده، لا ثانيه واحده يا شريف بعد اذنك. انا اول كلامي قلت لك انا عايز اعرف مين اللي عمل العقود دي. طيب. قبل ما انت تتكلم هقول لك على حاجه بس عشان ناخد وندي مع بعض. اتفضل. ان يحصل في النادي الاهلي ده طبيعي. يعني ان الاهلي يبقى موسم صفري، وانا يمكن الكلام ده حذرت منه. قلت لهم الاهلي داخل يا جماعه، تقولي الكلام ده قبل بدايه السنه الاهلي داخل على موسم صفري ولسه فيه كاس ودوري وافريقيا، ده حقيقي. يعني قبل ما حاجه تخلص. طيب ان ده يحصل في النادي الاهلي عادي، عادي بيحصل في اي فرقه. هو مش عادي معلش، لكن وارد، لكن وارد وارد. بالظبط. لكن هي القصه في ايه؟ ان انت في السنه دي دعمت بحاجات كبيره جدا وضعفت المنافس وحطيت مليارات وحطيت ملايين وعملت بروموهات وطلعت كل حاجه وقلت انا اهو ومحدش قدي وكاس عالم لانديه، ورحت كاس عالم للانديه رحت دربش واخد في الثلاث ماتشات، رجعت قلت هتعوض افريقيا ما عوضتش، اتغلبت من الترجي اللي اتغلب من صن داونز رايح جاي، يعني انت عمال طخ 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 مش لاقي حاجه. بلس على كده فشل في تعاقدات للاداره الفنيه. يعني انا افشل مره ماشي، وارد جدا. صح. اكتب عقد مره غلط، وارد جدا. انما مره واثنين وثلاثه بتمشي لعيبه مهمه، بتمشي لعيبه اللي هي ممكن تصنع لك الفارق، رامي ربيعه، اكرم توفيق، غيره 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 غيره، بتجيب لعيبه ما بتلعبهاش اساسا. اذا مين بيمشي ده ومين؟ الله، انت جيت استكترت على رامي ربيعه 5 مليون يا راجل، ده انت مدي عمرو جزار 60 مليون. يعني ما في معلول مشيته اللي هو بنص رجل، معلول كان ممكن اداك افضل من اللعيبه اللي موجوده. يا جماعه مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيمشي ده ومين اللي بيجيب ده؟ بتمشي ده عشان 5 مليون، اقول ان انت بتوفر يا حبيبي وراجل زي الفل. الاهلي لو كان هيبقى نفس الكلام.
لا ليه؟ تقول كده؟ ليه؟ لو الاهلي كان كسب امبارح بيراميدز بص يعني خلاص انت بتبرر فشلك. ممكن معلش انت بتبرر فشلك. انت مش عاجبك كلامي. كلامي غلط والله. ناقشني اصل ما حصلش. انت بتقول ناقشني انا بناقشك. اناقشك في ايه؟ هل امبارح لو الاهلي كان كسب كنت هتقول نفس الكلام؟ طبعا. لا طبعا مش هقول الكلام ده خالص. لان المكسب بيداري على اي فشل. صح. الله ينور المكسب عليك. بيداري على اي فشل واحنا عارفين كده. قوي. لكن انا بتكلم في جزئيات ايه؟ انت مشيت رامي ربيعه عشان اختلاف في 5 مليون غلط. جنيه. طيب جبت عمرو الجزار ب 60 مليون ما لعبش، رحت رايح جايب كاموتش بالارقام اللي انتوا بتقولوها ما لعبتش. باينه في خلل في لجنه التعاقدات. اكرم توفيق مشيته وجبت لعيبه ما استفدتش من زيزو بالرمضان. ايه ده يا جماعه؟ ما انا قلت على كل دول وحشين على فكره، ما باينه، ما انا ما حدش قال حاجه. كابتن عبد الواحد في رغم كل هذه الظروف وكل هذه الاشياء الزمالك ما كسبش انبي امبارح. يعني تكسب انبي، يعني انت بتجيلك الفرصه ان انت تكسب وتخلص الدوري وتنام في بيتكم ونقول لك مبروك، برضه ما بتعملش كده، انت راخر. ايه حكايتك؟ وكنت بتضحك على ايه من شويه؟ مبسوط قوي ليه؟ قول لي، احكي لي. اشرب ميه. معلش يا ابو معلش انا اشرب انت ميه. هو انا شايف يا جماعه اشرب ميه يا جماعه. حل مشاكل النادي شات الاهلي. ايه؟ شايف الحلقه النهارده ماشي حل مشاكل النادي الاهلي؟ ليه ده الزمالك ليه؟ ما احنا قعدنا حلقات. لا ما احنا قعدنا احنا بنحل مشاكل الزمالك. بقالنا سنين مش حلقات يا كابتن عبد الواحد. احنا بقالنا من 2014 بنحل مشاكل الزمالك يا كابتن عبد الواحد. بقالنا سنه بنحل مشاكل. صدرنا على طول دايما ونقعد نقول ان احنا لا احنا النادي كده الاهلي خلاص. فاردين صدرنا على طول. بس برافو عليك. انا طبعا اخش اي مكان. تحيه ليك كابتن انا بطل بلدي وبطل القاره والواحد بيلعب كاس عالم انديه. في حد بيعمل ده في مصر؟ في حد بيعمله؟ تحيه ليك. ما حدش بيعمله. مبسوط؟ لا انا مش مبسوط. انا هادي. ماشي احنا عايزين نهدى بس. طيب بص، اولا طبعا كل الاحترام للكابتن وليد صلاح الدين. طبعا. انا من الناس اللي انا بحبها جدا. الكلام اللي اتقال ده انا شايف ان هو بص قاسي لا شوية. قاسي شويه جدا. ليه؟ لان وليد قعد 5-6 سنين تقريبا في زد، من انجح الناس اللي موجوده في كمدير كوره، واعتقد ان هو في النادي الاهلي الظروف اللي اتحط فيها صعب عليه جدا. بس فرق كبير. بص اسلام على فكره لا انا معاك. ممكن تتكلم بس هو خلاص. بس لا بس لازم نحط للناس حاجه ان في فرق كبير قوي 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 ما بين زد والاهلي طبعا كل حاجه. بص هقول لك مع احترامي انا عايز اتكلم يا جماعه. مع اعترافي اكمل بس عشان ما حدش يقول ان انا ما قلتش على الكابتن وليد حاجه. لا لكن انا بقول لك الكلام انا شايفه مش كويس الصراحه. مش انا اللي قلت على الكابتن وليد. انا بقول لك انا عامه يعني انا مع اعترافي ان الكلام اللي انت بتقوله ده ماشي. مع اعترافي ان الكلام اللي انت بتقوله ده صح على فكره. خلصت؟ يعني ممكن اتكلم؟ طيب اول حاجه في عندك مشكله كبيره جدا. انت عندك اوضه اللبس، انا من وجهه نظري من اول الموسم وبدات اتفق معاها دلوقتي ان عندك مشكله كبيره جدا. اولا في التعاقد، تاني حاجه كان عندك كمان مشكله يمكن اللي انا عرفته ان الكابتن وليد كان عايز ياخد قرار مع امام وما اتخذش. ان كان يعني ايه كابتن وليد صلاح الدين عايز ياخد قرار وما اتخذش؟ ممكن امال انا بعمل ايه؟ لا بص، انت كمدير كوره ليك بتقول رايك كذا كذا كذا، ممكن المجلس اداره غيره. انت ده وارد. ممكن ما اتفقش، الله اعلم اذا كان ده حصل ولا لا، بس انا اعتقد ممكن. هي عقوبه امام اللي قالها الكابتن وليد. ما انا بقول لك لا ما اعتقدش ان الكابتن وليد ياخد قرار والمجلس الاداره يقول له. ما بقول لك دي القصه الثانيه. ماشي دي القصه الثانيه، ان انت امام كان لازم يتاخد معاه موقف، كنت ممكن تظبط اوضه اللبس. فانت ما تحطش الكابتن وليد في مقارنه ان عنده مشاكل كتير جدا، انت ما تعرفش ايه اللي بيعمله في اوضه اللبس. انت بتكلمني انا مش انا عمال بكلمك مش انت. لا بس انا عايز اقول لك حاجه. هو يعني اسلام علق على ايه؟ علق على الاجازات، علق على معسكر الترجي، وده طبيعي. علق على حاجات كتير. ده جهاز فني. انت بتقول اجازات، هو مال مدير الكره؟ المدير الفني هو اللي بيحط السيستم اللي هو عايز يمشي عليه. انما دلوقتي مدير، وحتى كمان الاجازات للعيبه، معظم الاحيان المدير الفني يقول لك انا عايز اريح اللعيب ده. فانت مش عايز انا احمل الكابتن وليد فوق طاقته. يعني طبعا مع احترامي لشريف، انا شايف ان هو بس كان قاسي عليه شويه. نيجي بقى لموضوع الزمالك. موضوع الزمالك انا مهيب بالنسبه لي. ماتش انبي، لعيبه نادي الزمالك خرجت بره اطار ان هي رايحه تستمتع بالمباراه، بقى عندها مشكله كبيره جدا، اتحطت تحت ضغط كبير. يمكن سبب من الاسباب اللي ان الزمالك ما كان ماشي بشكل كويس الفتره اللي فاتت ان هو مش خسران حاجه. انا عندي ايقاف قيد، ما باخدش فلوس، فاللعيبه نازله ما عندهاش. برافو عليك يا ابو صح. ما انا بقول لك اهو، اللعيبه نازله ما عندهاش ضغط. صح. خلي بالك من مش بقول لك من الماتش اللي فات بس، من 3 ماتشات بدات لعيبه نادي الزمالك يبقى عندها ضغط. ودي المشكله الكبيره اللي بتواجه يمكن النادي الاهلي الفتره دي. اللعيبه نازله مضغوطه، ما كانش موجوده في النادي الاهلي ان انت بتنزل مضغوط. الدوري، انا بقول دلوقتي ما فيش حاجه اسمها الزمالك خد الدوري، وبحذر لعيبه نادي الزمالك والناس اللي مسؤوله، لسه بدري جدا. انت عندك 3 مباريات، كل شيء وارد. انت تاخد كل، وممكن مباراه الاهلي كمان
زي ما قالش شريف دلوقتي، احنا ما خدتش حاجه السنه دي، يبقى انا بالنسبه لي مباراه الزمالك هي الحاجه اللي خلي بالك بيراميدز بيتسحب، ما انا بقول لك لسه يعني بيراميدز ما حدش في واخد الطريقه. يعني في دغدغه بين الاهلي والزمالك وبيراميدز. فانا دلوقتي ماشي. بالنسبه للنادي الاهلي لو الظروف ما خدمتوش مش هيبقى خارج بحاجه، على الاقل يبقى خارج الكونفدرالية. زي ما قال لا بالنسبه للنادي الاهلي ان هو مباراه الزمالك. لا انا شايف ان بعد هزيمه بيراميدز بقت اصعب كتير جدا على نادي الزمالك، ولازم اللعيبه تبقى مركزه بشكل كويس بشكل كبير جدا. انا بقول ان الدوري لسه ما انتهاش، ان شاء الله باذن الله الزمالك هياخد الدوري، بس ما صدرش للناس لان ده بيحصل كتير ان خلاص الدوري خلص. لا، الدوري لسه ما خلص. ما احنا شفنا ماتش امبارح الدوري ما انبي، خلص، ما هو يا وارد جماعه كل كان حاجه. ممكن الزمالك يكسب كمان. انا بقول كان ممكن لعيبة يكسب، نادي كان سهل الزمالك يكسب. انت الثلاث مباريات بالنسبه لك ممكن ما يكسبوش عادي. بالظبط. كل شيء وارد. خلي بالك وفرقه يعني مثلا في ناس يعني تقلل مثلا من فرقه سموحه ممكن يقلب لك الدوري كله، وسيراميكا طبعا، وسيراميكا الماتشات كلها لا السيراميكا الفرق بينه ممكن الجدول غريب بعد اذنك. سيراميكا ممكن نقطه بينه وبين الاهلي. انا عايز اقول لك ان بيراميدز لو 47 خسر الماتشين الجايين او تعادل ممكن ما يفنش اصلا في الثلاثه اللي فوق. بس هقول لك حاجه ممكن يفنش رابع عادي، ممكن تلاقي الدنيا يعني انت اتقلبت. عايز يعني انت مثلا بيراميدز مديك 3 امبارح وبتقول ممكن ما يكسبش الماتشين انت فتحت حاجه يعني هو حلو قوي. كابتن ايمن عبد العزيز معاك قال ان انت سالته وقلت التوقع، وانا كابتن ايمن ده انا بحترمه جدا. معلش عايز بس اقول حاجه بسيطه قوي. كابتن ايمن عبد العزيز انا من الناس اللي بحترمها جدا كلاعب كوره، وراجل بيقول رايه فني، وعلى فكره عنده حق. ان فعلا ان بيراميدز بيكسبنا. هو انا لعبت بيراميدز كام مره، انا كسبت اكتر، بس ما علينا، وكسبني السنه دي مرتين وفعلا كعبوا عليا صح. زي ما انا، ما هي الكوره كده، زي ما انا كعب عليه على الزمالك، هي الكوره كده. انا لعبت الزمالك وانا صايم في العيد وانا فاطر، حكم اجنبي، حكم مصري، حكم خليجي، الصبح عايز بالليل توصل لإيه؟ بكسبه، ان انا كعبي عالي عليه. بص ده الكلام ما هو كابتن ايمن قال كده، كابتن ايمن قال كده، كابتن ايمن قال ان كعبه عالي علينا، انا برضو نفس الكلام، ده وجهه نظري. انا قعدت 5 ماتشات مش عارف تكسبني. فين؟ مع جوميز راجع الماتشات مع جوميز؟ فالاسلوب يا شريف كابتن بلاش الطريقه اللي انا نايم كعبه عالي عليا صاحي. لا صح نايم كابتن، صاحي ما ينفعش يا جماعه. كابتن ما هو في كلام في الكوره، ما هو الكلام ده على النادي الاهلي. اهو ايمن قال ايه؟ نايم صاحي. ايمن قال ايه؟ استنى بس. ايمن قال ايه؟ انت بتجتهد زي ما الزمالك بيكسب بيراميدز، حظه عالي، بيراميدز بيكسب الاهلي. نايم صاحي. حصل يا كابتن طريقه الكلام يا جماعه. لا ماشي، في كل الاوقات كسبت الزمالك، يعني كعبي عالي عليه. طيب هات لي بقى جدول الدوري كده، هات لي جدول الدوري يا غريب، وحضر لي توقع يعني كلام الجماهير النادي الاهلي بعد المباراه. هات لي جدول الدوري بعد اذنك كده. ادي جدول الدوري يا جماعه، كله لعب 23 مباراه، يعني كله لعب. بص يا اسلام، سيراميكا 43، الاهلي 44، بيراميدز 47، الزمالك 50. بص كراسي موسيقيه، يعني بين الاهلي والزمالك 6 نقاط، بين الزمالك وبيراميدز 3 نقاط، بين بيراميدز والاهلي 3 نقاط. يعني الموضوع كله في الملعب، يعني يا جماعه ما حدش يركن. بس هقول لك على حاجه بعيد معلش، حتى لو الموضوع في الملعب، ولو مثلا الزمالك وبيراميدز خسروا ال3 ماتشات اللي جايين، الاهلي كسب ال3 ماتشات اللي جايين وهياخد الدوري، لو ده حصل يعني. انا شايف ان هناك اخطاء واضحه. ما هي واضحه. لا اكيد طبعا يا جماعه معلش، هنفضل نقول الكلام ده. يعني انا دلوقتي بقول لك انه حتى لو الاهلي كسب ال3 ماتشات والزمالك وبيراميدز اتغلبوا ال3 ماتشات والاهلي خد الدوري، الكلام اللي انا بقوله ده هو اللي المفروض يحصل خلال الفتره اللي جايه في النادي الاهلي. لازم الناس هناك في النادي الاهلي، الاداره اللي مسؤوله عن الكوره، تقعد وتشوف ايه الاخطاء وتحاول ان تغير هذه الاخطاء، لان ده اللي احنا متعودينه دايما من طيب انا بس القصه يا جماعه ان في مباراه يوم الجمعه بين الاهلي والزمالك يا جدو، دي قصه ثانيه. يعني المباراه دي فيها كل شيء وارد، وارد ان الزمالك يكسب، وارد ان الاهلي يكسب، وارد التعادل. فتخيل مثلا الاهلي كسب هيبقى الفرق 3 نقاط، بيراميدز مثلا تعثر هتلعب انبي، ما هو انبي برضه فرقه تقيله، يعني انت مش ماتش مضمون ليك خالص. لا اصل خلي بالك كمان انبي بتلعب على ان هي يمكن ما عندهاش ضغوط يا مهيبه. انا من قبل بدايه ال6 مباريات دول قلت لك الفرق الصغيره الناس كلها مركزه مع الاهلي والزمالك بس، وسايبه انبي وسايبه سيراميكا وسايبه المصري مؤثرين اهو بالظبط. طبعا سيراميكا كليوباترا اثر على سيراميكا خد نقطتين من الاهلي، انبي خد نقطتين من الزمالك، المصري خد نقطتين من بيراميدز. ال6 مباريات كلهم صعبين جدا. يعني ما اقولش ان انا لو كسبت الاهلي او الزمالك هاخد دوري واروح اخسر من انبي او ما سمعناش يوريتيتش امبارح يا جدو. لا هو اتكلم امبارح يعني ما سمعناش ليه الدندنه بتاعته في التحكيم والكلام. لا ما هو قال لو كان في حكم اجنبي كنا كسبنا مباراه الزمالك، يعني ولو كان في حكم اجنبي في مباراه بيراميدز والزمالك وانت مقتنع بالكلام؟ كنا كسبنا. مقتنع طبعا، كان لنا ضربه جزاء 100%.
بتاعت زيكو، لو كانت حسبت اخر دقيقه في الشوط الاول، لو كان دخل الجون وخرجت من الشوط الاول كسبان 1-0 كان الماتش هيختلف تماما. لان زي ما قلت لك المباريات الكبيره دي تفاصيل صغيره او قرار تحكيمي ممكن يحسمها في النهايه. وشايف ان الجون اللي دخل فينا ده كان بس انت كنت أوفسايد. كان ليك لقطه كده وانت بتتفرج على لقطه الهدف بتاع نادي الزمالك واجزمت ان هي هدف يعني. لا ما اجزمتش، انا بعدها رفعت ايدي ان هي اوفسايد. لا لا جون. ايه؟ جون. انا شايف، انا يمكن انا وقتها شايف ان هي اوفسايد يعني. حتى بعد ما شفناها بعد الماتش شفناها كويس يعني. كنت حاسس يعني شفناها ان بيزيرا كان اقرب للخط ال 18 من احمد يعني سامي. انت اما كنت بتتفرج على الصوره في الملعب وكان هادي وبتاع والدنيا كانت حلوه. كان ايه؟ كنت بتفرج على الماتش وكان هادي، الماتش كان هادي كله، كان حلو الماتش. كان هادي ايه؟ الفرقتين يعني كانوا هاديين. هادي رياض. لا بتتفرج على الماتش وكان عندك وقت وعلى اللقطه وقاعد عادي أيوة بس انت وشك رياكشن وشك ان انت شايف انها مش اوفسايد. انا الصراحه انت شفتها كده؟ عصب جامد على لا هو العنوان كان كده. انا اقول لك على حاجه بس كابتن كابتن عبد الواحد السيد بجد العنوان اللي على معلش. السوشيال كان بعد كده. إذنك. لا انا بعد اصلا رفعت ايدي ان هي اوفسايد. كابتن عبد السيد من اكتر ناس محترمه شفتها في حياتي. انا والله العظيم كنت برد على حاجه قالها كابتن ايمن معاك في الحلقه، والراجل ده انا بتاسف له على الهوا، انا مش قصدي ان انا اقول حاجه تقلل منه. الراجل ده محترم جدا وانا بحبه جدا. ايه ده والله. اهلاوي. طيب جدو قبل ما اطلع فاصل كان في مشاده كده صغيره بين الشيبي ويوريتيتش، هل هو كان عايز يشوط ضربه الجزاء والمدير الفني قال لك لا كريم حافظ هو اللي يشوط ضربه الجزاء؟ تبقى ارقام تاني. هو كريم هو المتخصص ان هو يشوط ضربات جزاء. ده عبقري، ده ضربات جزاء. عايز اقول لك حاجه، ده اكتر حاجه محترمه حصلت في الماتش. ان انت طالما ان انت حاطط اللعيبه بالظبط يعني. احنا عندنا نظام مين اللي هيشوط مين اللي هيعمل، ما ينفعش حد يروح يمسك كوره ويقول انا هشوط. يعني الموقف ده ممنوع خالص عندنا. بس كان زعلان. هو كان زعلان طبيعي ان اي حد، هو كان نفسه يجيب جون طبعا في النادي الاهلي وضربه جزاء، لكن اللي عندنا النظام هو اللي بيمشي في النهايه. كريم هو اللي هيشوط، فكريم هو اللي شاط يعني. قال له ايه بقى في اوضه اللبس بعد المباراه؟ لا ما قالش حاجه. لا ما قالش حاجه. هو الكابتن يمكن عندنا الراجل عصبي شويه. فهو ممكن في طول المباراه بيبقى عصبي، لكن بعد المباراه عادي جدا. حتى ممكن يحصل بينه وبين حد كده كلاش في الملعب، فهو ده بياخدها في اطار ان كلنا عايزين نكسب. يعني شيبي ما كانش قال لك انا كان نفسي اجيب جون في الاهلي، كنت عايز احرز الهدف، كنت عايز خالص. لا خالص. هو اصلا مش محطوط في ضربات الجزاء، مش محطوط اصلا خالص يعني. لا اول ولا ثاني ولا ثالث يعني. تمام. بعد الفاصل مكملين معاكم مع نجومنا في الاستوديو.